السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين. مولد نبوي شريف سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. النهارده دي عمل الحلاوة بتاعت المولد، السمسمية والحمصية والفولية. كل سنة وانتم طيبين. المكونات: 4 كوبايات سكر بنفس الكوباية، 2 بنفس الكوباية هنعاير بيها كل المقادير. 4 كوبايات سكر يعني حوالي كيس سكر، كيلو سكر. معلقتين جيلاتين مليانين، وهنقلبهم على الناشف في قلب السكر كده. خلي بالك من التكات دي مهمة جدا، تقلبها على الناشف قبل ما تضيف المية. كوبايتين مية مليانين بالظبط زيهم زي عيار السكر بنفس الكوباية. هبدأ بقى اضيف المورد بتاعي، هحط معلقتين مورد. هبدأ ارفعهم على النار زي ما انت شايفة كده. هيبدأ يعمل معاكي زي اللبن، رغاوي بيضة. وتحط في معون واسع غويط، يا تحطيها في حلة ستانلس يا تحطي في حلة غير لاصقة، تيفال او اي نوع تاني. واول ما يغلي معاكي ويبدأ يغلي، بتعصري نص ليمونة، عصرة ليمون، نص ليمونة، ما تكتريش. ودلوقتي هنعرف السوا منين. هنبدأ، انت دلوقتي شوفي معايا المعلقة، هاخد فيها شوية وابدأ اشوف النقطة. شايفة النقطة؟ تتابعي النقطة دي لغاية ما تنشف وتطول معاكي. ان نزلت معاكي بسرعة ولسه قصيرة، تعرفي ان هي لسه ما استوتش. اهو زي ما انت شايفة كده. افضل اتابع اقلب، ما تسيبيش الحلة وتمشي، تفضلي جنبها، ما تتنقليش لا كده ولا كده. شايفة النقطة؟ شايفاها اهي. لسه ما طولتش السوى اللي انا محتاجاه، لسه ما وصلتش للمرحلة دي. اهو واحدة واحدة، التكات والتفاصيل كلها واحدة واحدة. ما تجريش الفيديو عشان كلها تفاصيل مهمة جدا. اهو شايفة معايا؟ اهو شايفة؟ خلاص هي بدأت تستوي معايا، خلاص خشت في مرحلة السوا خلاص. شايفة النقطة بدأت تثبت اهي، وطولت معايا عن الاول. اهو طولت وثبتت، يبقى خلاص هي خشت كده في مرحلة السوا تمام. هضيف معايا كمان مكونين مهمين جدا. معلقتين زيت، ما يكون زيت نضيف ملوش ريحة، تأكدي منه ان هو ملوش ريحة، او زنة كده بتبقى مش لطيفة. وهنحط معلقة شاي، مش مليانة، معلقة شاي كربوناتو اهي، مش مليانة، معلقة شاي عادية خالص. وتقوم حاطة فيها شوية كربوناتو بعد ما تتأكدي من السوا، عشان خاطر ما تقطعيش العرق بتاعه، يسيب منك والخلطة تلهلط كده، متبقاش لها لازمة. هيبدأ يفور معاكي، عشان كده بقولك تجيبي معون او حلة غويطة عشان خاطر الخليط ده ما يفورش منك على البوتاجاز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو شفتي، اول ما بتحطي الزيت وبتحطي الكربوناتو ما بيبقاش ليه عرق ولا ليه اي حاجة، ده بيبقى في اخر مرحلة خالص. اهو كده خلاص. هحطه معايا في حلة ستانلس او صينية ستانلس او طبق ستانلس واسع. وتبدأي تقلبي بالمعلقة، تقلبي لغاية ما يبرد معاكي وياخد معاكي القوام الابيض الشفاف، ابيض خالص زي الحليب. انا بقى عشان خاطر اقصر المسافات،
اللي ما عندهاش مضرب تشتغل بايديها على طول وهو سخن، تشغل الجيلاتين وتبدأ فيه بالتقليب على طول، ما تمشيش من جنب الحاجة في ايدها، تفضل شغالة فيها لغاية ما توصل للقوام الابيض التقيل. انا عندي اللي عندها مضرب بيت زيي هتشتغل على طول في حاجة سلستين، حاجة ستانلس الالومنيا، هتعمل زرق في قلب الخليط بتاعك او قلب العجين بتاعك. فانت خليكي في الستانلس على طول. اهو بدأت معايا تغير لون، هو هيبدأ معاك بالاول اللون الاصفر، دلوقتي هياخد معاكي مع الخلط، كل ما تضربي فيه كل ما هيفتح معاكي ويتقل زي ما انت شايفة كده. بدأ يتقل. انا جايبالك كل الخطوات وكل المراحل عشان تاخدي بالك منها. اهو بدأ يفتح ويتقل، كل ما تضربي فيه يفتح ويتقل. اهو زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهو كل مرحلة بيتقل ويفتح، هيفضل يفتح معاكي لحد ما يبقى ابيض خالص. هفضل اضرب فيه لحد ما يتقل معايا خالص ويبيض خالص. او شايفة كل مرحلة بياخد درجة افتح من اللي قبلها ويتقل خالص، يبقى معاكي زي كأنك بتعملي كيكة. او شايفة خلاص كده. انا هضرب فيه شوية وبعدين بقى اقلبه على صينية ستانلس اوسع. ليه بقى صينية ستانلس اوسع؟ عشان خاطر ينشف معايا بقى الهواء يضربه كده، تكوني حاطاه في حته جيده التهويه، يعني يكون مروحه شغاله معاه في الاوضه او اي حاجه، او فاتحه البيبان عندك والبلكونه في منطقه تكون جيده التهويه، عشان خاطر الخليط بتاعك ينشف وتعرفي تشكليه. خلاص كده ما عادش هيغيب معايا، وهبدا بقى ادخل في المرحله الاخيره اللي هي بتاعت اضيفه على الصينيه عشان خاطر ينشف وابدا اشكله. ولما تضيفيه على الصينيه بقى دي بقى بتاخديها طول ما انت رايحه جايه، هو كده برد. انت دلوقتي معديه البلكونه رايحه تنشري، رايحه تلم غسيل، تاخديه تقليبه. قاعده مثلا بتغسلي مواعين وانت خارجه اديه تقليبه، بتحطيه بقى عندك على السفره، على البار، على الترابيزه، وانت رايحه وانت جايه كده تقلبي فيه بايديك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهو كده وصل للقوام اللي انا محتاجاه. خلاص كده. كده بقى على الصينيه اهو، وهفضل اقلب فيه في الرايحه وفي الجايه. ده لسه بقى اول ما فضيته خالص على الصينيه بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، لسه ملوش عرق، لسه هفضل اقلب فيه بقى طول ما انا رايحه وطول ما انا جايه كده. يعني مش هتفضلي قاعده في ريحه تقلبي في لحد ما يتقل، طول وانت رايحه وانت جايه في سكتك كده. لان العجينه اللي انا عملتها دي تاخد معاكي يوم، بس لو عندك مضرب هيأثر عليكي المسافات. يعني انا كنت قاعده بالصينيه كده من ساعه ما حطيته على الصينيه وبدات اشكله، كانت الساعه 10 بالليل. كنت حاطاه امتى على الصينيه بالظبط؟ كانت الساعه 5:30. يعني خد معايا 3 4 ساعات على ما بدأ بقى عجينه وعرفت المها واشكلها في ايدي. فانت ما تستعجليش عليه، هو قد لما حطيتيه على الصينيه الاستانلس وصل للمنظر او للقوام اللي انت شايفاه قدامك ده، مش ضروري تقعدي له بقى. يعني انت رايحه كده تعملي فيه شويه وانت جايه كده تعملي فيه شويه، تقلبيه شويه وتسيبيه. هتاكلي كلي واشربي الشاي وروحي قلبيه، هتغسلي مواعين روحي اغسلي مواعين وتعالي قلبيه. انت فاهمه ازاي؟ قاعده قدام التلفزيون وكل نص ساعه ربع ساعه قومي قلبيه لغايه ما تتاكدي ان هو نشف وتعرفي تمسكيه في ايدك. طول ما لسه زي ما انت شايفاه كده مش هتعرفي تمسكيه. اول ما تلاقيها نشفت وبقت عجينه تعرفي تمسكيها، بتلميها بقى وتحطها في اي بوله، اي صينيه بتاع ازاز، اي طبق، وتلميه وتحطها فيه زي ما انت شايفه كده، وتغطي وشها بكيس او باي حاجه عشان وشها ما ينشفش منك. وهتجيبي بقى السمسم والحمص وتحمصيهم قبل ما تستخدميهم، يعني تحمصيهم السوداني والحمص والفول السوداني، وبعدين تلبسي جوانتي عشان الخلطة دي بتلزق في الايد، وتمسكي تدهني الجوانتي زيت قبل ما تستخدمي وقبل ما تدخلي
تشكلي عشان ما تلزقش في ايدك او تلزق في الجوانتي. العجينه بتبقى خفيفه قوي، خفيفه قوي وهشه جدا. تبداي تشكليها زي ما انت عايزاها مدوره شكليها، عاوزاها مربعه شكليها، براحتك خالص. طبعا ما تعمليش زي حالتي كده، لانك هتعرفي ان انا كنت غلطانه قوي، لان انا حطيتها على الصينيه من قبل ما، من غير ما تنها زيت ولزقت مني. فانا كنت نسيت بقى الحته دي، سوري. شوفي لزقت معايا، المفروض انا كنت بططها في قلب الحشوه دي عشان خاطر تشرب منه، فده غلطه بقى متوقعيش فيها. اهو كده في السمسم، تبططيها في السمسم دي بقى الطريقه الصحيحه. سمسم كده، وبعدين تحطها جنبك على صينيه تكون ناشفه، ما تكونش مبلوله. ولو عاوزه تدهن الصينيه زيت اضمن واحسن ماشي براحتك، بس انا كنت منشفه صينيتي قوي ومظبطاها عشان خاطر احط فيها العجين، ما لزقش فيها ولا اي حاجه، لانها مستويه واخده راحتها ونشفت وخدت حقها تالت ومتلت. وانت براحتك بقى، يعني انت بتحب الحمص بس حطي حمص بس، عاوزاها تعملها سمسميه وحمصيه ليكي، شوف انت بتحبي ايه واعمليها بيه. انا عملت نصها كده ونصها كده، وكان عندي شويه فول سوداني مسكتهم حمصتهم وقمت عاملاهم. عملوا 6 قراص حلاوه. بسيطة وسهلة يا جماعة، هي تاخد منك 5-6 ساعات لو عندك مضرب بيض. لو ما عندكش مضرب بيض هتاخد معاكي طول اليوم، يعني تعمليها من الصبح وتسيبيها لغاية ما تغير اللون معاكي وتبرد، لما تقلبيها وتوصل للقوام الابيض اللي انت شفتيه، وبعدين بقى تبداي بقى في الشغل في الرايحة وفي الجاية لغاية بالليل. انا عملت كوباية الشاي وقعدت بالليل بقى صليت العشاء، وقعدت بقى ايه اشكل كده ايه على الرايق، وسبتها تحت المروحة لتاني يوم. ما تنسوش اللايك يا بنات، كلها تكات مهمة جدا وسهلة جدا، وهتوفر معاكي كتير قوي، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. او زي ما انت شايفة كده. هي اول الهوا ما بيضربها دي بقى كانت فاضل معايا 3-4 حلو سودانيات، فانا قلت بقى ايه ابدا بقى ايه انوع بقى، خليتها سودانية وحمصية مع بعضها. كل سنة وانتم طيبين. كده بقى تبقى ميكس بين السوداني وبين الحمص. عمال اسيبها كده يعني ما ينفعش. اهو وبقت زي الفل، عملت معايا 2 كيلو حلاوة زي العسل. كانت اخر قطعة في البولة. تبقى عجينة سهلة جدا وناعمة جدا وخفيفة. وبكده نكون خلصنا الحلاوة بتاعت المولد، وعملت السمسمية والحمصية، وعطها لكم في صندوق الوصف السمسمية والحمصية. عشان كده نبقى كده كملنا سلسلة حلاوة المولد. والملبن ان شاء الله هعمله انزله لكم برضو باذن الله، عشان يبقى كله جاهز وكله تحت امركم في القناة. يبقى كده خلصت الطقم كله بتاع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وحلاوة المولد كلها شاملة كاملة ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، مولد نبوي سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمع يا رب. لو وصلتوا لهنا من الفيديو ما تنسوش اللايك. ده كان الشكل النهائي لما خلصت بقى ايه الحلاوة بتاعتي. وهسيبها تنشف كده للصبح، تحطها في حتة تحت مروحة، حتة طرية كده الهواء مفتوح فيها، وتسيبها ميكونش فيها اي حشرات، يكون اوضة نظيفة او غرفة نظيفة او على سفرة مفيش بقى لا ذباب ولا في اي نوع من انواع الحشرات، وتسيبها تنشف او تبات معاكي لتاني يوم تحت المروحة.
وبكده كان الشكل النهائي. كل سنة وانتم طيبين. لو وصلتوا لهنا من الفيديو لغاية دلوقتي فضلا وليس امرا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. مع السلامة. باي.